شرح ميسر ومصور لمناسك العمرة. صفة العمرة: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. الإحرام نية الدخول في النسك والتلبس به. سننه: الاغتسال والتطيب في الرأس والبدن. ثم يلبس ثياب الإحرام. للرجال إزار ورداء، للنساء تلبس ما شاءت من الثياب، ولا تلبس النقاب أو القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. ثم يصلي صلاة الفريضة إن كان في وقت الفريضة، وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء. ثم يحرم ويقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن للرجل رفع الصوت بالتلبية، وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية أو الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. عند دخول المسجد الحرام يقدم الرجل اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. يسن الرجل الطباع في كل الأشواط، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الاطباع كشف الكتف الأيمن، الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى. الطواف 7 أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به. لا يصح الطواف من داخل الحجر. ثم يستلم الحجر الأسود ويقبله إن تيسر له ذلك دون أن يزاحم، وإلا يستلمه بيده ويقبلها دون أن يزاحم، وإلا يشير إليه بيده من بعيد ويكبر. ثم يستلم الركن اليماني بدون تقبيل إن تيسر له ذلك ولا يزاحم، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، وينشغل أثناء الطواف بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. ثم يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي ركعتين قريبا منه إن تيسر أو بعيدا عنه. في الركعة الأولى يقرأ الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص. ثم يذهب للمسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويدعو بما شاء. يسن له أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات ويدعو بينها. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا ويسرع إسراعا شديدا بين العمودين الأخضرين إن تيسر له ذلك. ثم يمشي حتى يصل إلى المروة ثم يصعد عليها ويستقبل الكعبة داعيا ويقول مثل ما قال على الصفا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا ليتم سعيه 7 أشواط، من المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا إلى المروة شوط آخر، وينشغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. ثم يحلق الرجل شعره أو يقصره، والحلق أفضل، أما المرأة فتأخذ من كل قرن أنملة. وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام.